السلام عليكم. وصفتنا اليوم غادي تكون لعشاق الشوكولاته. كما كيبان لكم كاطو اللي كله بالشوكولاته كيجي رائع بمكونات اللي بسيطه جدا، وكذلك هذه الوصفه بدون فرن وبدون جيلاتين. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. الا كنتي اول مره كتشاهدي قناتي فهذه قناه حسنه راميلي، اشتركي فيها وفعلي الجرس باش يوصلك الجديد. ونبداو على بركه الله في تحضير اول طبقه. غنحتاجوا ليها المعلقه كبيره ديال الزبده، غادي نديروها في كاسرونه ونديروها على النار ونخليوها تذوب. غادي نحتاجوا كذلك 3 ديال العلب ديال البسكوي، الكميه هي 80 غرام. ممكن تستعملوا اي بسكوي بغيتو، يعني ممكن تستعملوا بسكوي اللي كيكون بالشوكولاته، كما ممكن تستعملوا بسكوي اخر اللي كيكون بيض، وتضيفوا معاه معلقه ديال البودره ديال الكاكاو المر او ساشي ديال البودره ديال الكاكاو. من بعد ما كنطحنوا البسكوي كنضيفوا معاه الزبده وكنخلطوا مزيان. بالنسبه لكميه الزبده ما كتضيفوهاش من الاول دفعه واحده، يعني كتضيفوا كميه من الزبده، وإلا شفتوا بان البسكوي ديالكم باقي ناشف كتزيدوا الكميه اللي بقات. بالنسبه للكميه ديال الزبده غادي تختلف على حسب نوعيه البسكوي. كاين البسكوي اللي كيكون هكاك ميدم، وكاين البسكوي اللي كيكون ناشف. من بعد ما كنخلطوا البسكوي ديالنا مع الزبده، انتم غنوريكم القوام ديالو. خصو يجي ثقيل بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا، خاصو يجي يعني ملبس مزيان بالزبده، يجي ثقيل باش في التقطاع ما يبقاش يتفردت لينا هذيك الطبقه ديال البسكوي. هنا كناخذوا اطار او كتاخذوا المول اللي كيكون كيتحل من الجناب، وغادي نوضعوا اول طبقه اللي هي الطبقه ديال البسكوي. كما قلت لكم هذا الكاطو محتاج نديروا ليه لا جينواز لا حتى حاجه، غادي نصاوبوه بحال كي كنصاوبوا تشيز كيك. يعني القاعده كتكون هي هذه القاعده ديال البسكوي. صافي كنسرحوها بهذه الطريقه. كنقادو مزيان هاد الطبقه الاولى ديال البسكوي. غادي ناخذ كاس اللي كيكون من التحت ديالو كيكون يعني كيكون بلا، كيكون بهذه الطريقه هذه، وغادي نبدا نضغط. غتضغطوا هاد القاعده مزيان، كل ما ضغطوها كل ما كتجي ثابته، يعني كتجي طبقه واحده ما كتفلتش لينا. من بعد غادي نحطها في الثلاجه، وغادي ندوزو باش نحضروا لاموس ديال الشوكولاته. غنحتاجوا كاس لاروب ديال الحليب اللي هي 125 غرام ديال الحليب. غنوضعوا في كاسرونه ونوضعوا على النار ونخليه حتى تجي فيه الغليه. من بعد ما كيغلى عندنا الحليب غادي نوضع معاه الشوكولاته. بالنسبه للشوكولاته مهم جدا انكم تستعملوا نوعيه جيده وتكون فيها نسبه ديال الكاكاو على الاقل تكون 66%. انا هنا استعملت شوكولاته اللي النسبه ديال الكاكاو فيها 70%، وضفت معها بعض حبيبات الشوكولاته بالحليب لان الكميه اللي كانت عندي ما كفاتنيش. يعني بالنسبه للكميه اللي ضفت ديال الشوكولاته بالحليب كانت قليله بزاف مقارنه بالكميه ديال الشوكولاته اللي عندي فيها 70% ديال النسبه ديال الكاكاو. بالنسبه لهاد لاموس من الافضل انكم تستعملوا فيها غير الشوكولاته اللي كتكون فيها نسبه ديال الكاكاو عاليه، يعني محتاجينش انكم ديروها بشوكولاته بالحليب لانها ما غاديش تقبط راسها. كما قلت لكم الوصفه ما فيهاش الجيلاتين، ضروري اننا كنستعملوا الشوكولاته اللي فيها نسبه ديال الكاكاو عاليه باش هاد اللاموس كتقبط راسها وما كتسيحش لينا في التقديم. انا كما شفتوا معايا من بعد ما وضعت الشوكولاته في الحليب اللي كيكون سخون كنتسناو عليها شويه حتى كتذوب، ومن بعد كنحركو مزيان بهذه الطريقه. كنبقى نخلط بهذه الطريقه حتى كتذوب ليا الشوكولاته تماما. غادي نخليوها جانبا وغادي ندوزو باش نكملوا باقي المراحل. هنا غادي نحتاجوا الكاس ديال الكريمه السائله. كما شفتوا معايا كاس عامر ديال الكريمه السائله. بالنسبه لنوع الكريمه استعملت هذه الكريمه السائله اللي فيها نسبه ديال الدهون 30%. بالنسبه للكريمه ممكن تستعملوا اي نوع بغيتو، يعني الوصفه غتنجح لكم باي نوع ديال الكريمه بغيتو ديروا. غير هو الفرق اللي كيكون في المذاق، كيكون في القوام ديال هذيك الكريمه ديال الشوكولاته. فهاديك لاموس ديال الشوكولاته عفوا. يعني كل ما كانت الكريمه فيها نسبه ديال الدهون وكان المذاق ديالها زوين، كل ما حصلتوا على موس اللي كيكون موس الشوكولاته اللي كتكون لذيذه، وكذلك القوام ديالها كيكون زوين. من بعد ما كتطربوا الكريمه ما كنطلعوهاش بزاف، يعني كنخليو القوام ديالها خفيف. كنضيفوا عليها الخليط ديال الشوكولاته من بعد ما كيكون برد تماما، يعني ما كنضيفوش الخليط ديال الشوكولاته وهو سخون على الكريمه السائله لانها غادي تسيح وما غاديش يجي القوام ديالها زوين. يعني كنتاكدوا بان الخليط ديال الشوكولاته برد عاد باش كنضيفوه على الكريمه اللي طربنا. وهذه هي لاموس ديالنا. من بعد ما وجدناها هنا غنوضعوها مباشره فوق الطبقه ديال البسكوي. بالنسبه لهاد الطبقه ديال البسكوي كنا حاطينها في الثلاجه، خصها تكون بارده باش نوضعوا عليها الطبقه ديال لاموس ديال الشوكولاته. غادي نعاودو نرجعوهم للثلاجه ونخليو هاد لاموس تشد راسها، يعني تشد مزيان. وغادي ندوزو باش نحضروا اخر طبقه اللي هي غناش ديال الشوكولاته. هنا غتستعملوا نص كاس ديال الكريمه السائله، او ممكن ديروا نص كاس ديال الحليب وتضيفوا معاه معلقه صغيره ديال الزبده. يعني هنا يا اما كديروا الكريمه السائله او كديروا الحليب وكديروا معاه شويه ديال الزبده. بالنسبه للمقادير بالغرام نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف.
هنا كما شفتوا معايا من بعد ما سخنت الكريمه ضفت عليها الشوكولاته. انا استعملت شوكولاته بالحليب، ما درتش الشوكولاته السوداء. ممكن ديروا الشوكولاته السوداء الا بغيتوا، انا استعملت شوكولاته بالحليب لان بغيت ديك طبقه الكاناش تجيني رطبه ما تجينيش قاصحه. هادشي علاش درت الشوكولاته بالحليب. الا بغيتوا الطبقه الكاناش تجيكم شاده راسها، يعني تجي شويه قاصحه، كديروا الشوكولاته السوداء. يعني هنا كيبقى لكم الاختيار. بالنسبه للغاناش ديما كتكون الكميه ديال الكريمه او الكميه ديال الحليب هي الكميه ديال الشوكولات. يعني درنا 50 غرام ديال الكريمه، غادي نديرو 50 غرام ديال الشوكولات. درنا مثلا 100 غرام ديال الكريمه، غادي نديرو 100 غرام ديال الشوكولات. من بعد ما كيذوب لينا الشوكولات تماما في الغاناش كما كتشوفوا معايا، القوام ديالو كيجي بهذا الشكل، يعني كتجي فيه اللمعه وكيجي زوين بزاف. كنتسناو على الكاطو ديالنا اللي وضعنا في الثلاجه، كنتسناو على الطبقه ديال اللاموس حتى كتبرد مزيان وكتجينا يعني تبقى لي ما كتحركش باش ما يتخلطش لينا هذا الكاناش مع لاموس ديال الشوكولاته. هنا غنوريكم، راه قصتو في الجنب غيبان لكم بانني قصتو، وشوفوا كيفاش كيكون. يعني لاموس هنايا راه شاده. غادي نوضعوا عليها الكاناش من بعد ما كيكون الكاناش حتى هو برد. هنا كما شفتوا معايا كندير سباتيول او كديروا معلقه من التحت باش ما نديروش ثقبه في هذيك لاموس. يعني ملي كتبغوا تخووا الكلاصاج غتخووه بهذه الطريقه كما قلت لكم باش ما نديروش حفره او ثقبه في لاموس. كندير الكميه كلها ديال الكاناش. بما ان الاطار عندي عالي شويه من الجنب، راه كاينه بلاصه فين ندير الكاناش. صافي هنا غنخليها في الثلاجه. الا كنتو يعني حضرتوها في الليل غتخلوها حتى الصباح. بغيتو تحضروها في الصباح غتخليوها حتى العشيه عاد تقدموها. ضروري انها دوز تقريبا 4 ساعات في الثلاجه باش كتشد مزيان. قل من 4 ساعات ما غاديش تلقاوها شاده مزيان. انا كنت حضرت وحده من قبل ودخلتها للمجمد، وصراحه ما كاينلاش تدخلوها للمجمد لان ديك الطبقه الكاناش من الفوق كدير لكم انقطاع ديال الماء. فمن الافضل انكم تخليو الكاطو ديالكم من بعد ما تحطوه غير في الثلاجه كما قلت لكم 4 سوايع كيشد راسو، وكتقدموه بالصحه والراحه. هنا بالنسبه للطريقه باش تزولوا الاطار، تقدروا تاخذوا فوطه وديروها في الماء السخون، تبقاو تمسحوا بها الاطار من الجناب باش كيدفاو هذوك الجناب ديال الاطار، وكتزول لكم يعني كيتزول لكم الكاطو بكل سهوله، او كتزولوا الاطار بكل سهوله. انا كتاخذوا هنا غادي نقطعها. بالنسبه لهذا الكاطو انا خليته في المجمد كما قلت لكم. من الافضل انكم ما تدخلوهاش للمجمد، راه هي في الثلاجه كتبقى شاده راسها. غير خلوها كما قلت لكم اقل مده هي 4 سوايع، ولا صيبتوها مثلا اليوم وخليتوها حتى النهار الثاني غادي يكون احسن. قطعت الكاطو على هذا الشكل هذا على شكل مستطيلات. غادي نزينو بهذه الطريقه بالبودره ديال الكاكاو صافي، وغادي تقدموه بالصحه والراحه. وهذا هو الكاطو ديالنا من بعد ما برد. انا خليته في الثلاجه ليله كامله كما قلت لكم. الا كنتم مزروبين عليه غتخلوه اقل مده هي 4 ساعات. الا كنتم مزروبين حاولوا انكم تحضروه في الصباح وتخلوه حتى العشيه، او انكم تحضروه في الليل وتخلوه حتى الصباح. كل ما خليتوه في الثلاجه كل ما كان احسن. كما شفتوا معايا راه ما دخلتوش للمجمد بصفه نهائيه، كان غير في الثلاجه برد مزيان وشد راسو. صافي هنايا كنقطعوه بالطريقه اللي بغينا. انا هنايا كانت راسي من الفوق، غير بغيت نتراسي نعطي الكاطو ديالي هذا المنظر من الفوق. تقدروا تقسموه على 6 كما ممكن انكم تقسموه على 8 الا بغيتوا. خديت شويه ديال البسكويت اللي بقى ليا وزينت به هكا من الجناب، يعني هكا غير هرمشتو بين يديا وبديت كنزين به الجناب ديال الكاطو. بالنسبه للتزيين كما كنقول لكم ديما كيبقى اختياري، كل وحده كيفاش كتفنن فيه. حاولت نعطيكم كاع المعلومات على هذا الكاطو. هذا هو ساهل، ولكن خفت يجوني اسئله علاش الكاطو ساحل، علاش ما درتيش فيه الجيلاتين. لا، ما يمكنش يصدق ما فيهش الجيلاتين، راه هو البنات راه كيصدق. غير هو استعملوا الشوكولات اللي يكون نوعيه جيده كما كنقول لكم ديما. الا كانت الشوكولاته فيها نسبه ديال الكاكاو عاليه راه كينجح لكم هذا الكاطو، يعني هاد لاموس كتشد لكم بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. ما ديروش فيه بديل الشوكولاته لان ما غاديش يصدق. يعني حاولوا انكم ما ديروش بديل الشوكولاته لان لاموس ديالكم ما غاديش تصدق وغادي تسح لكم كما تحطوها. هنا وصلنا لاخر الفيديو. الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنسوش ديروا لايك للفيديو، خليو لي تعليقاتكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.